تديله سترونج تايب زي الانمز دي، تبدأ تشتغل بالانمز وتبدأ تعمل ابلاي للبرنسبلز اللي انت متعلمها جوه البروجرامينج لانجوج. حرفيا الحاجات دي اللي بتفرق ديفلوبر عن ديفلوبر تاني. ممكن واحد يكون مذاكر بروجرامينج لانجوج ولكن مش عارف امتى يعمل ابلاينج للحاجات دي جوه فلاتر فريم ورك، فتلاقيه بقى بيبدأ يعمل ايه، سترينج هنا وهنا مفيش سترونج تايب، وبيبدأ يعمل اف إلس كتير لان هو مش فاهم الباورفول بتاعت لغة البرمجة اللي هو شغال بيها. دايما وانت بتذاكر حاجة اعرف ان هي لو مش هتفيدك في الوقت الحالي، اعرف ان هي هتفيدك قدام شوية. يعني مثلا وانت بتذاكر الانمز معايا في كورس دارت، ممكن تكون متخيل ان هي ملهاش باورفول، يعني بتقول طب انا برضو عملت ايه بالانم، ما انا ممكن اعملها باف إلس. ولكن لما تيجي تعمل لها ابلاي جوه فريم ورك معينه، يبدا بقى الموضوع ينور معاك بالافكار المختلفه. وهو دوت حرفيا التعلم عن طريق فعل حاجه معينه، مش التعلم وخلاص كده بنقرا كلام وبنتعلم نظري. لا، احنا كل برنسبل بناخده بنبدأ نعمل له ابلاي بفهم عشان المعلومة تثبت معاك بصورة كبيرة جدا. تبدأ تضيف زي ما انت عايز في الانم، وتبدأ تعرضها في البوب اب منيو ايتم بصورة بسيطة جدا.